السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولقيتكم هذا الفيديو ان شاء الله ناشطين فرحانين وما يخصكم حتى خير ان شاء الله. كل عائله ان شاء الله اللي مريض الله يشافيه واللي عنده صحيحته الله يدومها عليه، والاخوات والاخوان الله يفرحكم ويعطيكم ما كتمناو. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى لي كومونتير وعلى اي حاجه كديروها في هذا القناه، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. واليوم غنوجد معكم هذه الحريره كما شفتوا معايا، الحريره مغربيه ولا الصوبه كتجي يا سلام، كل واحد كيفاش كيسميها. المهم احنا كنقولوا لها الحريره. غتشوفوا ان شاء الله الطريقه واقتصاديه وكتوجد في 20 دقيقه. غنوجدوا هذه الحريره دغيا. هنايا عندي زلافه ديال الحمص درتها هنايا، سديت عليها واحد 15 دقيقه دغيا كطيب. غندوزو دابا هنايا عندي 3 ديال المطيشه يكونوا كبار طايبين، عندي واحد نص كاس ديال العنبه ديال العدس، وعندي واحد شويه ديال اللحم وشويه ديال الشحمه. اللي ما عندوش ماشي مشكل، المهم انا عندي واحد شويه ماشي بزاف. غنديرو هكا مجموع، ما غاديش نقطعو. وغندوزو اخواتي هنايا عندي القزبور والمعدنوس. يعني نتوما كتجيبوا هكا قبيطه قبيطه وكتقطعوهم وكديروا على حسب الذوق ديالكم. عندي الكرافس والقزبور والمعدنوس قطعتهم هكا رقاق، وغنديروهم غنخلي غير واحد شويه باش نديرو في الاخر. ملي كطيب الحريره كنطفيو، يعني غير نديرو داك شويه القزبر وكنطفيو. صافي درت داك العدس، نص كاس ديال العنبه ديال العدس، وزدت داك الطريف ديال الشحمه معها شويه ديال اللحم، يعني كنديرها هكاك مجموعه في الكوكوت. غندوز دابا نحك ديك البصله ومطيشه ونرجع لكم. صافي هنا من بعد ما حكيتهم غنديرهم مباشره في الطنجره. راه درت واحد الغليطه زدتو الفوق داك الحمص والعدس. غنزيدو دابا هاد المطيشه والبصله واللي حكيت معكم، وصافي غندوزو للتوابين ديالنا. هنا عندي التوابين، كندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه عامره، راس معلقه ديال القرفه، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، ومعلقه ونص ديال الخرقوم، ومعلقه ونص ديال السكينجبير والخرقوم هما اللي كنديرو كتار. هما اللي كيجيو زوينين في هذا الوقت دابا ديال البرد ومفيدين هما للصحه. صافي هنا نقصت شويه ديال القزبر كما شفتوا غنديرو في الاخير، ودرت داك الكرافس والقزبر والمعدنوس غنزيدو فوق داك في الطنجره وغنخليهم يطيبوا واحد 10 ديال الدقائق. وغندوزو باش نديرو الدقيق ديالنا. هنا درت 2 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وانتم اخواتي اللي ما درتوش داك الطريف ديال الشحمه ديروا 3 ديال المعالق. خلطوا بين زيت الزيتون وزيت النباتيه، صراحه انا درت غير زيت الزيتون. صافي درت ديك الطريف ديال الشحمه، درت غير زيت الزيتون. صافي حركت هكا الطنجره وغنسدها وغنخليو ماشي نسدوها نيت نديروها الصفاره، غير كنسد ديال الغلاقه وغنخليوها طيب واحد 10 دقائق. هنا غندوز ندير معكم باش ندوروا الحريره ديالنا ضروري خصنا الدقيق. هنا درت 5 ديال المعالق ديال الدقيق يكونوا عامرين، ما يعادل كاس ديال العنبه ديال الدقيق. نتوما كديروا على حسب الخفه، واش بغيتوها خفيفه ولا ثقيله. انا كتعجبني هكا ما ثقيله ما خفيفه، يعني متوسطه. صافي كنديروا القرعه ساهله، هاد الطريقه اللي كنديروا هكا في القرعه الدقيق ديالنا وكنحركوه يعني كيتخلط مزيان وما كيبقاو كاع فيه الحبيبات. واخا كنصفيه باش نتاكد كندير الصفايه الصغيره وكنصفيه. وصافي اخواتي من بعد ما غطيب 10 ديال الدقائق هنا غنرجع معكم باش نديروا ليها الدقيق مباشره. ما كنديروا ليها كما شفتوا هنايا جبت الصفايه كنصفي الدقيق وكان هكا كنجرب القوام واش هو ثقيل ولا خفيف ولا. ويعني انا كيهز، يعني كنعرف شحال كتهز ليا دائما. يعني كندير كاس ديال العنبه ديال الدقيق ولا 5 ديال المعالق يكونوا كبار. راه كتجيني هنا القياس بحال بحال، يعني ما كنقص حتى شي حاجه من داك ولا ما كيبقى ليا حتى شي حاجه من الخليط. شوفوا كيفاش كتجي متوسطه، ماشي هكا خفيفه بزاف وماشي ثقيل. صافي هنا غندوز مباشره غندير مطيشه ديال الطاسه حتى هي مع الدقيق باش طيب مع الدقيق. ضروري هاد المطيشه حتى هي ماشي صحيه، ضروري خصنا نديروها طيب مع الدقيق. درت 2 ديال المعالق يكونوا عامرين، وممكن ديروا حتى 3 د المعالق. يعني الاخوات اللي كتعجبهم الحريره تكون حمراء، نتوما على حسب الذوق ديالكم. صافي درت هنايا 2 ديال المعالق يكونوا كبار عامرين، كنحركهم هكا مع الماء مزيان مزيان تيطلقوا. عاد من بعد كنزيدوهم على داك سميتو في الطنجره ديالي. وغتشوفوا ان شاء الله باش غنزيدهم غنقرب لكم باش غتشوفوا كيفاش اللون ديالها والقوام. صافي اخواتي هنا القوام ديال الحريره كما شفتوا معايا كيجي هكا متوسط، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. صافي غنخليها كنقص لها العافيه ونخليوها طيب واحد 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه وهي كتغلي. يعني غتغلي مزيان، هذاك الدقيق ضروري خصو يطيب. وانتم على حسب الذوق ديالكم ممكن تخليوها حتى ل 20 دقيقه، يعني يغلي داك الدقيق كتنقصوا ليها وديروا فوق منها داك سميتو ديال الخشب. هنا خواتي من بعد في الاخير كندير هنا نص معلقه ديال السمن الحار.
الاختيار، ممكن ديروه ممكن ما ديروش. وعندي واحد 4 ديال المعالق ديال الشعريه متوسطه، ماشي رقيقه ماشي غليظه. صافي 4 ديال المعالق اللي درت، وكنحركو وكنخليو داك الشعريه دغيا كطيب، ما كتعطلش يعني كطيب مزيان. عاد من بعد كنزيدو داك شويه ديال القزبور. المهم المجموع كامل 30 دقيقه توجد الحريره ديالكم. وبالخفه يعني الحال بارد دابا، غير كتبدو في الاول يطيب داك الحمص، والحوايج الاخرين دغيا كيطيبوا. صافي في الاخير كما شفتوا هنايا درت هاد شويه ديال القزبور. الصراحه هاد القزبور ملي كديروه في الاخير وتطفيو كيخلي واحد المذاق يا سلام. كاين اللي كيعجبو يدير ديك الوريقات، كاين اللي كيعجبو يدير الوريقات ديال الكرافس، ممكن كل واحد على حسب الذوق ديالو. صراحه الام ديالي اللي كدير هكا الوريقات ديال القزبور في الاخير وكيجيو صراحه لذاذ. وصافي ولفناه على هاد الطريقه، الله يخليها لينا ويحفظها يا ربي. صافي اخواتي هنا كندوزو كما شفتوا هنايا كنحطها في الزلايب. صراحه كتجي يا سلام، كتجي اللون يا سلام، والقوام كتجي متوسطه، ماشي هكا ثقيله بزاف ماشي خفيفه. وصافي الاخوات على حسب الذوق ديالكم، اللي كتعجبكم خفيفه ممكن ديروها خفيفه، نتوما على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساونيش من الدعوات ديالكم، وما تنساوش اللايك الفيديو. وهنايا ضروري التميرات هكا مع الحريره، خصوصا هكا في رمضان ولا بلا رمضان دائما التميرات وشريحه مع الحريره. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، وشكرا للاخوات اللي كيتفرجوا فيا كاملين، الله يجازيكم بالخير. كنتمنى الاخوات الجزائريات المصريات المغربيات اي وحده شافت هاد الطبق ديال الحريره الا عجبها ما تنساش تجربوا، راه ساهل واقتصادي وكيوجد دغيا دغيا. غير تبعوا المراحل كما هما، اكيد ان شاء الله غادي تنجح لكم وغادي تشربوا احسن حريره. كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله الاخوات اللي عندهم القناه، والله يوفقكم جميعا، والله يوفقنا جميعا، وان شاء الله يكونوا القناه ديالنا ناجحين، ويوفقنا الله سبحانه وتعالى. ما لنا التوفيق الا بالله سبحانه وتعالى، والله يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا، والله يعطي كل واحد ما كيتمنى. لاخوات اللي مرضات الله يشافيكم شفاء عاجل غير اجل. الاخوان الاخوات اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده صحته الله يدومها عليه يا ربي. والاموات ديالنا الله يرحمهم ويرحم المسلمين جميعا، ويرحم الاب ديالي ويرحم الاخوات كاملين اللي ماتوا، الله يرحمهم. واللي باقيين في الحياه الله يقويهم ويعطيهم ان شاء الله ما كيتمناو. والله يقوي اخواننا واخوات ديالنا اللي في غزه، الله يعطيهم يا ربي الامان والسلام، والله يامن عليهم يا ربي يا رب العالمين. قولي امين يا رب العالمين. هنا الحريره ديالي كيفاش كتجي يا سلام. هنا تبردات يعني بالليل هذا راه جات يا سلام. اش غنقول لكم، جربوها غادي تعجبكم وغادي تحمقكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على لي كومونتيرات ديالكم الزوينين، وعلى البارطاج، وعلى اي حاجه كديروها في هذا القناه. الله يجعلها في ميزان حسناتكم، ولاقيكم فيديو جديد. والسلام.